السلام عليكم. عيني ابو علي بلا زحمه، هاي دزها للجماعه الجروبات بلا زحمه عليك ابو علي. عيني بالنسبه للباتشر ان شاء الله اللي يجون يوقعون على الاستماره، فقط اللي يريدون يحولون على الفتح. اما بالنسبه لشركه الرقيم استاذ فؤاد هنا ما لهم علاقه بهذا، اتفاقيه اخرى راح تصير وياه ان شاء الله. تقريبا اتفقنا مبدئيا، بس تفاصيلها بعدين نعلن عنها بعد الاجتماع. حاليا الاستماره فقط اللي يريد يحول على الفتح، هذا يجي وقع عليها فقط حصرا. نريد نعرف ايش قد الناس راح تحول عليه، ايش قد المبالغ مالتهم، حتى نسوي الموازنه على اساسها نعرف الاسعار بيش راح يطلع له. خما احنا مثلا يحولون عدد قليل عليه او مبالغ قليله جدا يحولون عليه، والباقي نعطي ارباحهم ما نعطيهم اياها، نعطيها للجماعه اللي محولين على الفتح، وهذا شيء ما ممكن. فتصير موازنه وحسابات بها، نقعد انا والفتح نحسبها ونوازنها، وتكونون انت موجود وابو انس. شوفوا انه بس انت وابو انس ان شاء الله تكونوا موجودين ويا ابو الفتح بنسوي هاي الموازنه. ممنون، شكرا جزيلا. وموضوع الموازنه يكون انه خلينا نقول السعر بيه ارباح. الارباح ايش كم سهم يمه، خلينا نقول او ايش قد المبالغ اللي يمه، هاي الارباح تيجي على قد هذول الناس او قد المبالغ اللي يمه. واكو مبالغ باقين ويانا اللي هذول ما ممكن انه يعني ما نعطيهم ارباحهم نعطيها لغير ناس، فارباحهم لازم هم ياخذوها. فاذا كان المبلغ قليل اللي يحول عليه فنصعد السعر عليه. من يصعد عليه السعر ليش؟ حتى نضمن ارباح الناس اللي باقيه ويانا، اللي ما تريد تحول ولا تريد تنسحب. اكو هواي ناس لا تحول ولا تنسحب، او يريد ينسحب وما يريد يحول على ابو الفتح، يعني يقول لك انا باقي يمك لحد ما تعطيني فلوسي. هذا انا لازم اضمن له ارباحه، ما ممكن يعني انه انا لانه هذا فلوسه بالشغل موجوده وهو ويانا شريك، فلازم اعطيه فلوسه، اعطيه ارباحها اللي راح تطلع من الارباح اللي راح نبيعها، اللي المفروض يحققها ابو الفتح يعني. مع السلامه. وبالنسبه للمبيعات ونسبه الارباح راح تكون واضحه، لانه ابو الفتح راح يقول لك اني بعت خلال هذا الشهر مثلا 300 تريله خلينا نقول، او 150 تريله، فراح تبين الارباح مال الناس الباقيه اللي وياي واللي ناس اللي وياه، والارباح واضحه. من يقول انا بايع 300 تريلا الرجال او 150 تريلا، الرجال صادق اكيد ما راح يكذب. واني بنفس الوقت اعزز انه هو ايش قد باع، 100 200 300 400. احنا راح نطلع وصولات نقول احنا هالقد بايعين، ابو الفتح لازم ياكد هذا الشيء حتى الطرفين يضمنون ارباحهم من عندي ومن عنده، وتامن الطرفين والله يرزق الجميع ان شاء الله، والرزق ان شاء الله للجميع.